مرحبا مرحبا يا حلوين. اليوم رح نعمل مع بعض شاورما لحمة مثل اللي احنا بنجيبها من كل المطاعم السورية. طلعوا ما أحلى شكلها. خليكم معي عشان تعرفوا أسهل وأحلى وأسرع طريقة لعمل شاورما اللحمة في البيت. أول شغلة رح نحتاج شرائح لحمة زي ما انتم شايفين، أنا بجيبها من عند الجزار أو من السوبر ماركت، بتكون هيك شرائح. رح أبدأ إنه أقطعها لقطع صغيرة، وطبعا لازم هاي اللحمة يكون فيها نسبة دهون عشانك تخليها جوسي أو طرية أكتر. زي ما انتم شايفين بدأت إني أقطعها لقطع صغيرة. رح أقطع الكمية كلياتها اللي كانت قدامكم وأبدأ أعملها قدامكم. طبعا هاي الكمية كلها رح أغسلها كمان مرة الصراحة كويس، ورح أبدأ بتتبيلها. هيك بعد ما غسلتها وهذا الحجم المطلوب، أول شغلة لازم أحط خل. طبعا اللحمة لازم يحط عليها خل، ولازم ينحط عليها ليمون. أنا حطيت عليها الليمون اللي هو المصري، بيكون كتير حامض الصراحة، فاضطريت إنه أحط واحدة بس. زي ما انتم شايفين هلا رح أبدأ كمان أحط عليها دبس رمان، لأنه زي ما قلت لكم هاي شاورما سوري. طبعا البهارات تاعتي فلفل أسود، بابريكا، شطة أو شطة عفوا، وهي بابريكا، معلقة قرفة مطحونة، وبهارات لحمة، وما أنسى السماق رح يعطيها كحموضة وطعم كتير حلو. طبعا البهارات هي السر بهاي الوصفة. وأحط معلقتين زبادي عشان يخليها طرية وجوسي. لازم أحركها بإيدي هلأ علشان أتأكد إنه كل البهارات إجت عليها. رح أخليها لمدة نص ساعة على ما أجهز باقي خضروات. رح أحتاج بصل ورح أقطعه لشرائح زي ما انتم شايفين. بصل كتير 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 مهم بالخلطة. طماطم استخدمت حبتين، رح أقطعهم لقطع صغيرة. طبعا هون الكهرباء قطعت للأسف يا أصدقائي. فالمهم رح أكمل هلأ وبقطع فلفل أخضر، فلفل رومي أصفر أو أحمر، أنا كان عندي الأصفر، وفلفل أخضر رومي كمان. منظر الخضروات أصلا كتير حلو هيك، سبحان الله، ومن جنب بعض. بعد ما قطعتهم زي ما انتم شايفين رح أجيب طاسة على النار، رح أحط زيت، ورح أبدأ إنه أنزل اللحمة شوي شوي عشان تاخد الصدمة الأولى. أول ما أحس إنه لونها بدأ يتغير رح أحط البصل بس. رح أبدأ هلأ أحط الفلفل الأخضر والفلفل الأصفر والشطة. طبعا الطماطم بحطها آخر شغلة. طبعا ريحتها كتير كتير حلوة الصراحة. رح أبدأ هلأ أحط الطماطم زي ما انتم شايفين، وأغطيها وأخليها تستوي على نار هادية. هيك شكلها كان لما استوت. طبعا رح أحط ملح. طبعا أنا ما نسيت أحط ملح، أنا بحط الملح بالآخر علشان اللحمة ما تشد معي. هيك خلصت. رح أجيب هلا صحن وأعمل الخلطة. رح أحتاج بالخلطة كاتشب، مستردة، وزبادي. رح أحط الزبادي علبة ونص أو علبة. رح أحط زيت زيتون، رح أحط كاتشب، ورح أحط مستردة. المستردة بتاعتي طعم حموضة، والكاتشب طبعا لا غنى عنه مع سندويشات الشاورما. هبدأ أقلب الخليط اللي أنا عملته أو الخلطة. في ناس طبعا بتحب تحط طحينة، أنا ما بحب أحط طحينة معها. رح أجيب خبز الأشراك أو خبز الشاورما اسمه، بيكون شبه الكريب يعني. ورح أبدأ أفرد من الخليط اللي أنا عملته، ورح أحط اللحمة اللي أنا عملتها. وطلعوا كيف رح ألف السندويشة طريقة كتير 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 حلوة، وأضمن إنه ما يطلع منها أبدا. رح أعمل كمان واحدة قدامكم. برضو بفرد الخليط أو الخلطة وبحط اللحمة، وبرضو بقفلها بنفس الطريقة، ولازم أشد عليها إنه أتأكد إنه ما رح يطلع.
طبعا بتقدري انك تعملي كمية كبيرة وتخليها عندك، وبتقدري انك تعطيها لاولادك يوم رايحين على المدرسة، رايحين رحلة، كتير بتكون حلوة ونظيفة انتي عملتها بالبيت. حطيت معها كمان خيار مخلل ولا خيار السوري، طبعا بيعطي طعم كتير كتير حلو. انا عملت تقريبا 6، يعني الكمية اللي عندي عملت ما شاء الله 6 أو 7 سندويشات. هلا راح اجيب هاي المقلاي الجريل، طبعا هاي مخصوص للشاورما، بحط زبدة وبدهنها من فوق ومن تحت طبعا عشان تاخد لون، وبحطها على الغاز. طلعوا ما شاء الله فعلا زي تاعت برا بالضبط، زي تاعت المطاعم، وحتى انضف بكتير. بدهن السمنة او الزبدة بكل الطاسة كلها، واتأكد انها اخذت اللون الحلو. طبعا بتطلع هيك تحسيها مقرمشة وحلوة، فلازم تجربيها وتعمليها لأولادك ياخدوهم معهم على المدرسة، زي ما قلت لك بأي مكان انتي بتكوني ضامنة اللحمة اللي انتي عملتها. إذا عجبك الفيديو ما تنسي تعملي لي لايك وشير سبسكرايب وتدعموني وتنشروا الحلقة بين أصحابكم، واكتبوا لي في الكومنتات شو أكتر وصفات انتو حابين إني أعملها قدامكم بطريقة سهلة. مثلا انتو بتستصعبوها، بس أنا رح أعملها قدامكم بطريقة كتير سهلة عشان تحبوا إنكم تعملوها. شكرا كتير لمتابعتكم، شكرا كتير لدعمكم، لكل الكومنتات الحلوة تاعتكم، وأشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد. طبعا أنا حطيت معها بيبسي وكاتشب وبس. شكرا كتير لكم، بحبكم كتير.